من الأعماق جاءت، هي الأرض والسماء، هي المعنى. باعتصارات تجربة الإنسان تجملت لتكون معتمدية الناظور، أيقونة الأصالة في جنوب ولاية زغوان. معتمدية التاريخ ومعقل المناضلين، رسمت صورة جميلة للحداثة باحتمالات الماضي. هي وطن المنسيين والمهمشين، هي ازدواجية الزمان والمكان في عيون حالمة، وصرخة جميلة في سماء الرداءة وبحر الصعاب. في وطن يعاني، ما زالت الناظور تبحث عن قمر يغير أحوالها. فما حال قوة التغيير فيها؟ ومحركات التغيير في تقديرنا هي أولاً رأس المال البشري المتمثل في الشباب، ثانياً الثقافة والفكر كقوة جذب، ثالثاً المؤسسات المجتمعية المنظمة القادرة على قيادة هذا التغيير. في ظل غياب تصور استراتيجي عام لسياسة ثقافية للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وأمام كل هذه التغيرات نجد أن المناطق الداخلية لم تمثل استثناء، بل كانت امتدادا يتجلى فيه هذا التذبذب العام. وهنا نستطيع أن نجزم أن الناظور ثقافيا تشكو غياب التصور الاستراتيجي العام، كما تشكو غيابا غير مبرر لمؤسسات الدولة الثقافية مثل دور الثقافة. ساعات بيخلونيش نمشي القهوة حاجة لقي. لا تو عملنا قفة رمضان هذه العباد فقيرة نهزولها. لمدنا تو فلوس فقرون هذه قفة جو رمضان نعطوه هذه عملناه. يهزونا رحلة قربة، فما رحلة قالت الصيف نخدموا أنا رحنا نجم الزون. ما عندناش جمعية، نحن جروب نكوروا ديما نكوروا. صب الأمطار معناتها صبت برمجنا نحن الجمعة مكتب الصب الأمطار. ما عندكمش جمعية متاع كورة ولا حاجة؟ يبوش يعملونا جمعية. وضع الجمعيات هي قليلة من حيث العدد، غير مؤثرة نوعيا، متعثرة من ناحية استدامة الأنشطة، غير متنوعة ولا تجمع كل المجالات. وضع الجمعيات في الناظور أنه هي قليلة من حيث العدد، غير مؤثرة نوعيا، كذلك غير متنوعة وما تجمعش المجالات الكل، ولا تغطي كامل المعتمدية. فما صعوبات في التمويل، غياب الاحترافية والاستمرارية، وكذلك نقص في التشبيك وعجز عن تحقيق شبكة علاقات متطورة. أنا كناشطة في المجتمع المدني والسياسي لاحظت أنه جمعية الناظور الثقافية هي تقريبا الأكثر إشعاعا في معتمدية الناظور، وإلا نجم نقولوا أن هي الجمعية الوحيدة اللي باقية تنشط. وخوف العزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول سيدة تترك 40 بكامل مشمشها. جمعية
جمعية الناظور الثقافية لاسيان هي جمعية شبابية ثقافية تونسية مستقلة تأسست يوم 16 أبريل 2019 على يد ثلة من الشباب مدينة الناظور الناشط في المجتمع المدني. قامت جمعية الناظور الثقافية بحلقات حوار حول موضوع التطرف العنيف خلصت فيه في النهاية إلى أنه ليس هناك قاعدة بعينها تدفع الأفراد نحو التطرف العنيف، فمختلف الظروف المؤدية للتطرف العنيف يمكن أن تجتمع لدى شخص ولكن لا تؤدي به إلى التطرف العنيف، فكل حالة تنفرد بمسار خاص يتقاطع فيه الذاتي المرتبط بالعوامل النفسية والمعرفية بالهيكل المرتبط بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وبناء على كل ما تقدم، فمواجهة التطرف العنيف لم تعد ممكنة بالطرق التقليدية الأمنية والقانونية، فهي تحتاج إلى مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة من سلطات محلية، مجتمع مدني، مزدي خدمات شبابية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لدى الشباب. واعتمادا على أن جمعية الناظور الثقافية جمعية تعمل على التغيير المجتمعي من خلال المساهمة في تأسيس ديناميكية ثقافية ومجتمعية تقي المجتمع المحلي من مخاطر التطرف العنيف، وصلت في النهاية إلى مشروع الشباب المغير. الشباب مغير هو مشروع يندرج تحت برنامج معا والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يهدف المشروع إلى تقوية وتعزيز المهارات السلوكية والمعرفية لشباب الناظور، وبناء شبكة من العلاقات بين أصحاب المصلحة والقادة الشباب لبناء ديناميكية ثقافية مستدامة للوقاية ومكافحة التطرف العنيف. انقسم المشروع متاعنا إلى زوز مجالات. المجال المدني اللي تلقى فيه أكثر من 50 شاب وشابة إلى تكوينات ومهارات تخول لهم باش يكونوا حاضرين في 4 مجالس بلدية وحلقات نقاش مع الشركاء متاعنا اللي هم البلدية الناظور، معتمدية الناظور، المندوبية الجهوية للثقافة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. والجانب الفني اللي كان خرجنا من الأطر العادية لطرح المشاكل والبحث عن الحلول عبر مسرح الشارع ومسرح المنتدى. مسرح المنتدى اللي كان أول خطوة لي، وأكيد أنا من مسرح المنتدى باش نبدأ خطوات أخرى جديدة، وإن شاء الله بتشوفوني في برشا حاجات محلاه. ما أنا طبعا نحب نحكي على الناس اللي وقفت معايا، الناس اللي شجعتني برشا، الناس اللي موجودة في المشروع الشباب المغير اللي يندرج ضمن برنامج معا، خاصة الأستاذ المسرحي منير العمالي، فنان كبير برشا اللي شجعني واللي وقف معايا وقفة بول بنته مش أستاذ التلميذ. 4 et 5 6 البلدين 7 قدم اليسار. خاصة نحكي على أصحابي، نعرف برشا من أصحابي اللي ينجموا يبدعوا في المسرح، في الموسيقى، في التمثيل بصفة عامة، ولا في أي مجال في الفن، أما ما لقاوش وين يبرزوا مواهبهم، وين يتأثروا. ديما تلقاهم في القهاوي، فما شكون اللي شاف ثنية سبور، وإحنا ديما نشوفوا عنا أبطال متميزين، خاطر لقاو ربع تأثير، ما بالك يلقاو تأثير كبير. ونعرف حتى شكون اللي حرق، وفما شكون اللي بطل من القراية ومشى يخدم وهذا الكل رجع بالطبيعة لفضل المشروع معا اللي لقينا وين ننشطوا، وولينا نجم نأثروا حتى مش 100% من شبابنا، حتى 50% من شبابنا، وإن شاء الله نوصلوا حتى 70 و 80% من شبابنا باش نأثروا. اسكتي خالتي اسكتي، حممت لي قلبي. قديه باش نبقى ساكت؟ أنا ما تكلمتش، أنا غنيت خاطر تكوين. يزيني مسكت دي مساك. الحقيقة كان باش نحكي على تجربتي مع الجمعية، أقل من نجم نقول عليها إنها كانت نقلة في حياتي، حاجة أول مرة نعيشها، تجربة قوية برشا، تعلمت منها برشا حاجات، خاصة إنه توفر لك إمكانيات صعيب إنك تلقاهم في بعض مؤسسات الدولة. الإمكانيات اللي وفرتهم لنا معا
اللي خدمنا كيما تحصلنا على ماتريال، على مسرح خاص، على فضاء خاص بينا، على أستاذ مختص، أستاذ مسرح. أنا اليوم فخورة بانتمائي للجمعية. أنا كممثلة لقيت الموهبة متاعي، زدت طورت فيها ووصلت صوتي للناس. نشكر الجمعية ونشكر إطار المشروع اللي أمنوا بينا واللي لتو مؤمنين بينا وباقين يدعموا فينا. تعدينا مرحلة أولى هي الفولي المدنية اللي كونا فيها الشباب متاعنا في المهارات الحياتية، كذلك يهدف المسرح إلى تطوير المهارات الحياتية بالنسبة للشباب متاعنا عبر التقنيات المسرحية. خدمنا على أنواع مسرحية خارج الأطر التقليدية، خارج الفضاءات التقليدية اللي هي دور الثقافة والمؤسسات الثقافية والشبابية. كانت في مسرح الشارع، خرجنا للشارع، خدينا رأي الجمهور واعطيناهم زادة رأينا في كل ما هو يهم التطرف العنيف. مسينا برشا مواضيع فيما يخص مسرح الشارع، العنف اللفظي، المادي، الإلكتروني، كذلك الهجرة السرية. ثم اشتغلنا في مرحلة متقدمة على مسرح المنتدى، وهو شكل من أشكال المسرح الاجتماعي. المسرح المنتدى يختلف شوية على مسرح الشارع باعتباره يسمح ويفتح المجال للجمهور للمشاركة بإبداء الرأي، كذلك أنه يكون مشارك كممثل سلبي باعتبار أنه ماهوش فايق بروحه وقاعد يمثل. المشاريع هذه زادت طورت من مهارات الشباب نتاعنا بحيث أنهم أصبحوا قادة محليين ينجموا يصدروا التجربة نتاعهم اللي قاموا بها في جمعية الناظور الثقافية في المجالات الحيوية والاجتماعية نتاعهم هما، وخاصة أنها تتميز أنها مفقرة ثقافيا وما توصلهاش يعني الثقافة بالنسبة بالمقارنة يعني لجهات أخرى. في مرحلة توا احنا موجودين فيها، مرحلة أخيرة من المشروع الشباب المغير، قاعدين نخدموا على استمرارية المشروع ما بعد مشروع المدعوم، يعني ما بعد المشروع. هنا نجم نتكلموا على فتح مجال الإبداع بالنسبة للشباب لتقديم عروض في المونودرام، المونولوج، الديودرام ومسرح الطفل باش نمسوا النشء الكل من 6 سنين إلى 28 سنة، فما أكبر بالنسبة للعائلة. جمعية ومقرها في منطقة الناظور مفتوح توا للعائلة الناظورية باش تجي تكتشف المنطقة هذه، تكتشف الجمعية وكل إنتاجاتها الفنية. إن شاء الله نكونوا خلينا الأثر الإيجابي عند الشباب. شبابنا أكيد مستمر، إن شاء الله حياته تكون زاهية، وشكرا لكم على دعمكم لنا. هدفنا المنشود وطن أفضل، عالم أفضل. هذه العبارة تستوجب منا برشا خدمة، برشا عمل. اليوم مازلنا في بداية الطريق. نوعد الناس الكل اللي جمعية الناظور الثقافية ماهيش باش تقف هوني. جمعية الناظور الثقافية اليوم ما زالت باش تقدم في مشاريع أخرى اللي فيها مصلحة الناظور وشباب الناظور. وشكرا.